السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قبل ما نبدأ الكلام نسمي بالرحمن. بسم الله الرحمن الرحيم. نشوف سلطة الطحينة هنعملها ازاي مع بعض. يلا بينا نحضر مع بعض احلى سلطة طحينة بالبتنجان. انا حطيت في الخلاط قرن ونص فلفل حامي، وحطيت 4 فصوص ثوم، وحطيت ليمونة ونص، وحطيت معلقتين خل، وحطيت معلقة ملح، ورشة بسيطة جدا من الكمون، كوباية زبادي صغيرة. والبتنجان بتاعي انا كنت غسلاه حلو جدا، وكنت يعني منشفته حلو قوي. فتحت الشوايه، قعد في الشوايه من جوه بالظبط على الناحيه دي ربع ساعه، وعلى الناحيه دي ربع ساعه. البتنجان يا جماعه في ناس كتير جدا مش بيحبوه، خصوصا الاطفال. والله جربي الطريقه دي هتعجبهم جدا. هي شبه البابا غنوج على فكره، بس هي كريمي يعني كلها في الخلاط. ودلوقتي هحط على ال3 بتنجانات بالظبط هيحتاجوا معايا تمن طحينه، يعني مش هياخدوا منك يعني طحينه كتير. والبتنجان كل ما بتكوني يعني شوياه كويس قشرته بتبقى سهله جدا عليكي ان انت يعني تعزلي القشره عن قلب البتنجانه. بصي بسم الله الرحمن الرحيم. بصي القشره سهل قوي ان انت تفصليها عنها. يعني هي خليط ما بين الطحينه وما بين بابا غنوج، جميله جميله جميله. هنزل يعني هنضف البتنجان بتاعي كله. بصي القشره بتاعته عشان طبعا يتشوى حلو جدا في الشوايه، ولا بتحطش عليه زيت ولا اي حاجه، هو بس بتفتحي الشوايه وبيقعد هنا ربع ساعه وهنا ربع ساعه. ودلوقتي انا بالظبط محضره حوالي فنجان زيت. هغطي الخلاط وهديله ضربه، انا عايزاه يتضرب خالص. ومن فوق عارفين غطا الخلاط، عينه الغطا الصغير اللي بيبقى فوق ده، من فوق انزلي بالزيت سنه سنه بسيطه، حلوه جدا. بصوا بعد ما طلعت. وهستنى برضو تعليقاتكم، ما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.